السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا من نجاح لنجاح. معانا النهارده مدام نيفين، مش هقول سنها خالص، صغيره في السن. غريبه جدا. مشكله حياتها، انت قلت مشكله حياتك ايه؟ مناخيري مش بعرف اتنفس نهائي يعني. من بعد ما جات لي الكورونا تقريبا. طب اقول لك ايه، ما تيجي نشيل الدعامه ونتكلم؟ طب اوكي عشان نبقى نتكلم بقلب، عشان الخنفان يروح. عشان الخنفان يروح. تمام، بسم الله. جيب كده بعد اذنك منديل. بس خلاص اتحسنتي. قولي لي بقى، ما انت قاعده تقولي لي خوفتيني وهصرخ وهصوت وبتاع. لا الحمد لله، ما يعني لا، ايد الدكتور خفيفه الحمد لله يعني. تسلم ايدك والله يا دكتور. قولي لي نفس عامل ايه؟ كانت مشكلتك ايه بقى؟ نتكلم بقى في مشكلتي حاسه ان الناحيه اليمين دي النفس فيها ضعيف قوي، واني لازم اقف قدام مكان بيجيب لي هواء، يكب عليا الهواء كده زي المروحه او التكييف. والله كنت بطلع على الكرسي واقف وشي في وش التكييف عشان اتنفس. للدرجه دي؟ واقسم بالله لدرجه ان احنا هي اصلا كنت جايب لها تكييف كويس، جابت الاعلى منه ان شكت ان التكييف ده مش جايب لها هواء. يعني كان عندي الواحد ونص حصان. لا مش حاسه بالهواء. طب لما جبت فرق معاكي؟ طبعا. لا فرق التكييف. طبعا، لان انا بس ايه، لا لازم حاسه اني عايزه اطلع اشم الهواء الساقع، تحطي مناخيرك جوه التكييف في الهواء الساقع ده عشان الهواء يخش. والله واقعد اشمه كده يعني، اللي هو ايه. كم سنه على كده؟ هي سنه بس، اللي هو من ساعه شهر 3 اللي فات. ودلوقتي اخبارك ايه؟ لا دلوقتي الحمد لله، بعد ما شلنا الدعامه وعملنا عمليه حاجز انفي. لا جميله. وعملنا يعني غضروف، كان فيه غضروف متضخم صغرناه بالشيفر. قولي لي الدنيا عامله ايه؟ لا الحمد لله احسن الحمد لله. هي كانت عامله لك مشاكل؟ ازاي؟ يعني الحاجز الانفي ممكن يعمل للزوج مشاكل، يعني ما يعمل للشخص نفسه يعني ماشي. يعني مش بعرف اخرج، ما بتخرجش خالص. نفسه يخرجني يفسحني استحاله. انا ما زرتش اهلي بقالي كام سنه. ليه؟ ما هي ما بتقدرش تطلع من بره الاوضه اللي هي قاعده فيها، اللي هي التكييف اللي هو يبقى في وشها. للدرجه دي؟ ده طول الصيف التكييف في وشي، في وشها، وما بتخرجش. ما بخرجش خالص. قعدت 8 شهور ما اخرجش من البيت نهائي عشان مناخيرك مش قادره تنفسي، عشان بره حاسه ان نفسي مكتوم جدا في الشارع. لا انا عايزه افضل طول الوقت قدام التهويه اللي انا اخدت عليها. كلام غريب قوي. اول مره مريض يقول لي الكلام ده. تخاف ان هي كانت تنزل، تقول انا خايفه انزل ما الاقيش حبه هواء اقع، يحصل لي حاجه يعني اغمى عليا. هي كان اعتقادها كده. ايه تاني كان مشكله النفس عامله لك فيها مشكله؟ ان انا كنت تعبانه مش قادره اخرج اجي لحضرتك اكشف. استنيت لغايه ما الشتاء اجى. بتتكلمي والله العظيم؟ للدرجه دي الصيف كان بالنسبه لك ما بتخرجيش بره البيت؟ والله طب كده مناخيرك فرقت في النفس جدا. يعني انت قاعده اهو من غير تكييف من غير اي حاجه والجو يعني عادي. حاسه ان انت حاسه في فرق؟ خدي نفس طب كده واكدي لي الكلام كده، كاني عارف اللي صاحي بيشم نسيم الهواء قدام البحر. مش معقول تعبيرات العيانين لازم تتاخد ويتعمل لها كتيب، كل واحد بيقول جمله مختلفه عن التاني تماما باللي هو حاسه من جواه. ما انت قاعده على شط بحر الهواء بشم شويه هواء. بتشم شويه هواء. انا مش هتكلم بصراحه، انا مش هتكلم. غير الاكل طبعا، مشكله الاكل دي كانت اساسي. ازاي؟ كانت تيجي تاخد النفس بتاعها عشان تاكل، بيقفل معايا النفس للدرجه برضه. عشان ما فيش نفس من مناخيرها. طبعا كان عندها حاجز انفي معوج بطريقه غير طبيعيه، كان عامل لك مشاكل في عينيكي. انا شايف عينيكي يعني برضه يعني دبلانه شويه من كتمه النفس والكلام ده كله. كنت تحسي بتعب كده برضه؟ عيني على طول، وصداع وبلغم والكلام ده على طول. ده كان نفسي الاقي حل للموضوع. في مشاكل في معدتك؟ ارتجاع مريء. لا ارتجاع فين بقى؟ ما خلاص ما بقاش في ارتجاع. على فكره كلمه ارتجاع مريء احنا بننهيها تماما بعد عمليات الحاجز الانفي وعمليات الشخير. خلاص ما فيش حاجه. كنت بتاخدي علاج للارتجاع المريء؟ كنت باخده ما عملش حاجه. كنت لسه اقول لك عشان ما عالجتش صح. برافو عليكي. بس وحضرتك بصراحه يعني انا شفتك في البرنامج، خدت كلامك مصداقيه. يعني فيك شيء لله. والله بجد. يعني الحالات شفت الحالات اللي حضرتك صورت معاها قبل كده،
ما انت هتطلعي برضه الناس هتشوفك برضه وصورنا معاك اهو. لا اما شفت في شاب ده اكتر حاجه حمستني. يعني 2 شاب جالك يعملها، كان عاملها بره 4 مرات. فنجحت عند حضرتك فضل من ربنا، الحمد لله، فضل من ربنا. فقلت خلاص انا بدل ما اجرب بره ولا قدر الله ترجع تاني واضطر ان انا اعملها تاني واتكلف تاني، لا هي مره بقى حط فلوسك في المكان الصح. جمل العيان بيقول جمل. لا والله فعلا حط فلوسك في المكان الصح. بس انا معلش مش هسترخص او اروح بره لحد يستغلني او كده وارجع تاني ادور على حد يعمل لي تاني يصلح الدنيا لان هيبقى تعب من ناحيتين يعني مادي وبدني طبعا. دي حاجه. الشاب التاني اللي قال لحضرتك انا جاي من الشرقيه، انا جاي اعمل عمليه وما قالش لاهله ده خالص. دوت برضو ده حمسني اما قال ان هو كان عايش حياه وحس بفرق. والحاله الثالثه بقى اللي هي ايه؟ على شط البحر قاعده وبتشم النسيم. ربنا يا رب يبارك لك يا دكتور ويجعله في ميزان حسناتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سعيد جدا جدا بتحسنك، سعيد جدا بالهواء الجديد والنسيم الجديد اللي انت شمتيه، سعيد بزوج حضرتك. الحمد لله. هيخرجك ان شاء الله والدنيا هتبقى وهتروح تزوروا الاهل ان شاء الله يا رب. وما تنسوناش في دعواتكم يا رب. يا رب ربنا يبارك لك ويديك الصحه، يديك الصحه، يديك الصحه، ربنا يكرمك طول حياتك ان شاء الله وما تتعبش لحد ابدا. ربنا يكرمك. انا بس عايز اقول لكم على حاجه، احنا بنعمل اللي علينا وبنسيب الباقي على ربنا. طبعا انا بعمل اللي عليا وبنخلص في شغلنا الحمد لله، احنا والفريق العمل كله، وفي بعد ما نخلص خالص اقول يا رب احنا عملنا اللي علينا خلاص. الحمد لله الحمد لله. الشفاء بتاعك بقى صح مش بتاع حد تاني. احنا توكلنا على وربنا بيكرمنا الحمد لله. عشان كده ربنا بيكرمك الحمد لله. الحمد لله. كتر الف خيرك. ده فضل من ربنا علينا وعلى مكاننا وعلى عياننا. بيجوا لنا تعبانين متألمين يعني كانوا كانت عايزه تصرخ وتصوت وانا بشيلها الدعامه، لكن ربنا برضو يعني الحمد لله يعني الموضوع بقى سهل الحمد جدا. لله. هذا فضل من فضل الله علينا ونعمه من ربنا علينا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.